اكيد انت قاعد دلوقتي زهقان في العيد وبتفكر اخش سينما ولا اقعد اتفرج على العيال كبرت للمره الالف. عشان كده جاي النهارده اكلمك عن واحد من اروش الافلام الكوميديه اللي نزلت الفتره الاخيره، فيلم سيكو سيكو. متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نتكلم عن الفيلم. ناس كتير متوقعه انه هيكسر الدنيا، بس هل هو فعلا يستاهل ولا ده مجرد فرقعه فاضيه؟ يلا بينا نشوف. الفيلم من اول يوم الوقفه بس جاب 2 مليون جنيه، وناس كتيره متوقعه ان هو هيكون اعلى ايرادات في العيد السنه دي. بس الايرادات مش كل حاجه، الاهم هل الفيلم فعلا بيضحك وفيلم حلو ولا لا؟ سيكو سيكو فيلم دمه خفيف ومعمول حلو، والحكايه بتتكلم عن 2 ولاد عم ما بينهم مشاكل كتير اسريه، فجاه بيلاقوا نفسهم في مواجهه وصيه عمهم محمود، واللي بتقلب حياتهم هما الاتنين 180 درجه. ازاي يعني؟ هو ده بقى اللي بيجاوبنا عليه الفيلم. عصام عمر وطه دسوقي ما بينهم كيمستري عاليه قوي، والكوميديا طالعه طبيعيه من المواقف اللي هم بيتحطوا فيها خلال احداث الفيلم، يعني مش مجرد افيهات والسلام، وده اللي هيخلي الفيلم يعيش اكتر مع الناس لسنين قدام. دي اول تجربه اخراج سينمائي لعمر المهندس بعد نجاحه الدرامي في مسلسل بالطو، ومن كتابه محمد الدباح اللي قدم لنا تحقيق قبل كده واللي كان مسلسل عظمه وناس كتيره مش بتتكلم عنه. واهم حاجة ده فيلم عيد، يعني كل العيلة تقدر تتفرج عليه، مش هتلاقي بقى ألفاظ حرجة أو مشاهد محرجة. التجارب الشبابية اللي زي دي بجد حاجة تفرح، ونفسنا ان احنا نشوف زيها اكتر بكتير. بالنسبة لي انا الفيلم عجبني جدا ويستاهل ان انت تخشوا سينما. انتوا بقى شايفين ايه؟ قولوا لي رايكم في التعليقات. دي كانت مراجعتي الفيلم سيكو سيكو، ممكن يكون في مراجعات لافلام تانية، انتوا اكتبوا لي برده في التعليقات عايزين المراجعه بتاعه الفيلم الجاي تكون عن ايه. ده كل عندي حلقه النهارده، لو عجبكم الحلقه اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. سلام.